السؤال السابع دكتور مصطفى بن جعفر متعلق بالتنمية الجهوية اللي شاغلة بال التوانسة الكل. كيفاش عن طريق دستور جديد، حكومة جديدة، باش نوصلوا أو باش نوصلوا للتنمية هذه بصفة عملية؟ شنو الطرق اللي باش تتبعوها في برنامجكم لتحقيق تنمية جهوية عادلة؟ سؤال زاد هام بالنسبة للأخ مروان، يعطيه الصحة. هو في الحقيقة المسألة هذه متعلقة جزء منها بالدستور في إطار الإصلاح السياسي. احنا في إطار الإصلاح السياسي نتصور وأن معالجة القضية هذه متاع التنمية الجهوية هي في الحقيقة التصدي أو معالجة المشكل متاع التفاوت الجهوي. اليوم قاعدين نشوفوا تونس مقسومة بشكل أفقي، يعني بين تونس 1 وتونس 2 وتونس يعني 3 تونس. وقي نشوفوا المستويات نتاع المعيشة، البنية الأساسية، البنية التحتية، ظروف العمل، ظروف الترفيه، الرياضة، الثقافة، يعني نشوفوا التفاوت هذا في كل المجالات. باش نحاولوا نقضيوا عليه وباش نبذلوا كل المجهودات نتاعنا، أن يلزم تقسيم جهوي جديد، يعني نقولوا تقسيم أفقي، باش تولي تقريبا 5 أقاليم كبيرة هي أقطاب صناعية فلاحية سياحية. هذا نلخص باش نوضح للمواطنين والمواطنات والأخ مروان بالخصوص اللي طرح السؤال. تولي كل إقليم قرابة 2,000,000 مواطن ومواطنة، وفي نفس الوقت تلقى فيه كل الأنواع، تلقى فيه الصناعة، تلقى فيه الفلاحة، وتلقى فيه السياحة، يمشي من البحر إلى الحدود الجزائرية. هذا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو أنه كل إقليم عنده مجلس جهوي منتخب، اللي هو ينتخب من طرف المواطنين متاع الجهة هذه، وهو يحدد الأولويات متاعه، يحدد الحاجيات، ثم يتابع إنجاز البرامج المشاريع اللي يقع الاتفاق عليها، وتكون عنده هو ميزانية خاصة. هذه إلى جانب الميزانية العامة للدولة اللي هي كما نقولوا تشع على الجميع وتعطي ينتفع منها الجميع. هذه الحاجة يعني الأساسية اللي بالنسبة لنا باش تحد، لأن ما يخدموا البلاد إلا أما لها، كل جهة تولي تخدمها أما لها ساعة، لأنهم ما يعرفوا المشاكل بالضبط، وما تعملش الأمور بين 4 حيوط يعني في القصبة وتمشي لهم الحكاية تعليمات. والله واعلم الميزانية اللي تخرج من القصبة ما تخلط للقصرين ولا سيدي بوزيد قديش يقعد منها، إلى غير ذلك من فرض ظروف الشفافية. إلى جانب ذلك هل الخطة اللي كنت نحكي عليها قبيلة، يعني كون الحكومة الهدف متاعها هو التوزيع العادل للثروة بالاعتماد على القطاع العام اللي هو عنده دور أساسي، والقطاع الخاص اللي كما قلنا ثلثي الاستثمار في البلاد، لأنه ما ثماش إلا المؤسسة الاقتصادية اللي هي قادرة على يعني خلق مواطن الشغل. نحب كلمة خاصة ولو تعرضت لها قبيلة بإيجاز، اللي كونه عندما نتحدث على التنمية الجهوية راهي ما هيش فقط تشغيل، ديما نركزوا على التشغيل والبطالة، هذا صحيح، لكن البنية التحتية، دور الثقافة، دور الشباب، القاعات المغطاة للرياضة، المسابح، دور السينما، يعني المسرح، هالأمور هذه الكل اللي غابت تماما. توينهم عندنا دور سينما في الجهات يعني قضاوا عليها تماما، وقت اللي كانوا نوادي السينما كانت هي المنبع معناتها التكوين متاع الشباب اللي توا أصبحوا شيوخ في الوقت الحاضر.